صباح أو مساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا. أنا عن نفسي مش متخيل إن 5 أفراد من أسرة يختفوا من على الوجود نهائي بدون أي أثر لأي شخص فيهم، وحتى كمان عربيتهم الفورد ستيشن مش متبقي منها أي شيء يدل على وجودها من أساسه. هحكي لك القصة باختصار شديد، ولو عجبتك ما تنساش تدعمني. عائلة مارتن أسرة مكونة من 6 أفراد، الأب والأم و3 بنات صغيرين والابن الكبير دونالد، وده كان في الكلية البحرية. واكتر شخص كانت بتدور الشكوك حواليه، لكن للاسف الشرطة مش قادرة انها تمسك دليل قاطع على ان هو اللي ورا الموضوع ده او اختفائهم. في 7 ديسمبر سنة 1958 خرجت الأسرة كلها في رحلة قصيرة للغابة ما عدا دونالد ابنهم الأكبر. كانوا رايحين هناك علشان يجمعوا بعض الزهور والنباتات لتزيين البيت استعدادا لحفلة عيد ميلاد. خرجوا للمشوار ده وما رجعوش تاني أبدا. الشرطة فضلت سنين طويلة تدور عليهم أو حتى على أي أثر، لكن مفيش فايدة نهائي. بحثوا عنهم في كل حتة في الغابة والأماكن المجاورة، لكن الموضوع كان بيزداد حيرة بالنسبة لهم. التفسير الوحيد اللي اعتقدوه ساعتها إن العربية غرقت بالأسرة في نهر كولومبيا. جابوا غواصين فحصوا المكان تحت المية، لكن زي ما نزلوا زي ما خرجوا. وقتها سألوا الجيران وكان ردهم إن قبل اختفاء الأسرة بيوم واحد كان عدى عليهم الزوج واداهم حلويات وقال لهم يا ريت تشرفونا بكرة في عيد الميلاد. ولما الجيران خبطوا الباب عليهم تاني يوم، محدش من الأسرة فتح لهم ولا رد عليهم، ولا كان في أي صوت كان خارج من جوه البيت. ومحدش قادر يفهم أبدا هي الأسرة دي راحت فين وإيه اللي حصل لهم بالظبط، ويا ترى مين ورا اختفائهم. والشرطة كثفت جهودها أكتر وأكتر علشان تحل اللغز ده وتوصل للحقيقة. وبالفعل نجحوا إنهم يجمعوا معلومات جديدة في القضية. عرضوا صورهم على الناس اللي في الشارع، ودخلوا مطعم اسمه هود ريفر، وعرفوا من الجرسون اللي فيه إنهم اتغدوا في المطعم ده يوم اختفائهم. وبلغهم الجرسون كمان إن هو شافهم بيحطوا بنزين من البنزينة اللي قصادهم على طول. وبعد كده مشيوا وما رجعوش تاني أبدا. المحققين لما فكروا في المعلومات دي حسوا إن هي مش مفيدة أبدا في القضية. وقتها السلطات بدأت تتضايق جدا، خصوصا إن الإعلام بدأ يتكلم، فراحت على طول مسكت القضية ديت لفريق من أعلى المستويات في حل لغز القضايا الغامضة والمجهولة. المحققين الجدد سلكوا منهج مختلف تماما عن اللي قبلهم. باختصار حطوا دونالد الابن الأكبر تحت الملاحظة، وقالوا مفيش غيره هو بس اللي هيقدر يوصلنا لحل القضية المعقدة دي. وبالصدفة جه بلغ له الشرطة بظهور بنتين غرقانين وعايمين على وش المية، ولما راحوا هناك خرجوهم فورا واتصلوا بالإسعاف ونقلوهم للمستشفى. الطبيب الشرعي اتعرف عليهم وعرف انهم 2 من افراد اسرة مارتن المختفية، وقال كمان ان فيهم واحدة واخدة رصاصة قبل ما تترمي في المية. الامور هنا بدأت تتحل في القضية بشكل كبير جدا، لكن الغموض اللي لسه موجود يا ترى باقي الأسرة في النهر ولا في حتة تانية، وهل اتوفوا بنفس الطريقة ولا لأ، ومين اللي عمل فيهم كده. الأهالي أقاموا جنازة أو عزا للبنتين، وحضر فيها الجيران ودونالد وفريق المحققين الجدد. وفي اليوم ده لاحظت المحققين إن دونالد بيتعامل ببرود أعصاب، يعني ما عندوش أي مشاعر ولا واضح عليه علامات الحزن والأسى، وبيتعامل كأن الموضوع عادي جدا وكأن مفيش حاجة حصلت نهائي، ولا متأثر أبدا ولا حتى عارف يمثل إنه زعلان. المواضيع أو الملاحظات دي كانت بتشكك المحققين أكتر من الأول، وعرفوا تاني يوم من محامي الأسرة إن دونالد رفع قضية بيطالب فيها باستلام الميراث. بعدها بأسبوع جه بلاغ للشرطة من شخص مجهول بيقول إن هو عثر على سيارة جواها مسدس وعليه نقط دم، لكن الشخص ده خاف يقول على اسمه، ربما يتورط في القضية أو في حاجة يعني ما تخصهوش. وأول ما الشرطة راحت تعاين الحاجات دي اكتشفوا إن المسدس والعربية مسروقين، والمسدس متبلغ عنه قبل كده من محل أسلحة وذخيرة. والمفاجأة هنا إنه دونالد كان شغال في المحل ده، لكن صاحب المكان رفضه بسبب إن هو كان بيشك فيه إن هو حرامي وإن هو اللي بيسرق الأسلحة من المحل، لكن برضه ما كانش متأكد من الكلام ده. الطبيب الشرعي قال إن نقط الدم دي بتعود لواحدة من أفراد عائلة مارتن، وهي البنت الوسطانية في العيلة. بصراحة الشكوك كلها كانت بتأكد إن دونالد هو اللي ورا المواضيع دي، لكن للأسف مفيش أي دليل قاطع أو حتمي إن هو اللي عمل كده في أسرته. وفي النهاية باقي الأسرة ما اتجمعش، ولا حتى العربية بتاعتهم، ولا حتى دونالد اتحاكم، واتقفل الموضوع على كده. وده كان أقصى حاجة الشرطة توصلت ليها، وفضل لغز القضية غامض لحد يومنا النهاردة. وبالمناسبة بقى إن دونالد اتوفى في سنة 2004 هو وكل فريق المحققين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، وتقولي رأيك في التعليقات في المحتوى اللي بقدمه. شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك. سلام.